من اكتر الضغوط اللي بتقابل المرأة الحامل فكرة التغيير الكبير قوي اللي هيحصل في حياتها من اول شكل جسمها بعد الحمل وبعد الولادة. ساعات بيحصل ترهلات، ساعات الجسم ما بيرجعش لشكله الطبيعي. طب هعرف ارجع البس لبس تاني ولا لا؟ طب هعرف انا ابقى فت اصلا زي ما كنت الاول ولا لا؟ مرورا بقى بالطفل او الكائن الحي اللي بقى موجود جنبي ده، وانا المفروض ابقى مسؤولة عنه مسؤولية كاملة. بيبي مش بيعرف يتكلم، مش بيعرف يطلب هو عايز ايه، انا مش فاهماه. وخصوصا ده بنلاقيه مع الام اللي اول مره بتكون ام مع اول بيبي، هي مش فاهمه المطلوب منها ايه وتعمل ايه. ده بيسبب لها قلق، هي مش عارفه داخله على ايه، فدايما الليفل بتاع الخوف بتاعها بيكون عالي جدا. في الوقت ده بتحتاج ان احنا نطمنها، بتحتاج تثقيف عن فكره الامومه والطفل ازاي بنتعامل معاه. بعد كده بقى نخش بعد الولاده، خلاص البيبي جه وشرف وبدا لخبطه النوم ولخبطه الاكل وتغييرات كتير هرمونيه بتاثر على مزاجها جدا وبتخليها على طول تنس وعلى طول مش طايقه كلمه بتتقال حواليها. هنا بيجي بقى دور الاهل والناس المقربين جدا، بتطلب المساعده. انا بقول لكل ام رجاء اطلبي المساعده. مش شطاره ان انت تعملي كل حاجه لوحدك وتقولي انا بعمل كل حاجه لوحدي حلوه قوي، لا اصل انا عايزه انا اللي اكله، انا اللي اغير له، انا اللي انظف البيت، انا اللي اعمل الاكل. الفتره الاولى بعد الولاده بيكون فيها تغييرات كتيره قوي قوي في جسمك، بتحتاجي شويه راحه، بتحتاجي تنامي. الوقت اللي البيبي نايم فيه انت كمان استغليه ونامي. ففي الوقت ده انت بتحتاجي تطلبي مساعده من جوزك، من اهلك، من اي حد يقدر يقدم لك دعم ومساعده.